يموت أكثر من 80 شخص على الطريق في سلوفينيا كل عام، وتفرض الشرطة غرامات ضخمة. المتقدمون للحصول على الحماية الدولية واللاجئون ليسوا استثناءً، لذلك إليك بعض اللوائح الأساسية لحركة المرور على الطرق. حتى لو كنا مشيًا على الأقدام فنحن نحرص على سلامتنا. في سلوفينيا يحظر أيضًا عبور الطريق خارج خطوط المشاة، ويفترض سائقي السيارات أننا نتبع إشارات المرور، لذلك إذا كان لديهم ضوء أخضر فلن يهتموا بنا كثيرًا، كما أننا لا نسير على ممرات الدراجات أو الطرق إذا كان هناك رصيف. كثير من الناس في دورة لوبليانا حتى في الشتاء يجب أن تحتوي دراجاتنا على فرامل تعمل وأضواء أمامية وخلفية تعمل. يمكننا فقط ركوب الدراجات على طول مسار الدراجات إن لم يكن الأمر كذلك على طول جانب الطريق. نحن دائما ندور في اتجاه حركة المرور ولا نسير أبدا على المسار في الاتجاه المعاكس. ركوب الدراجات بسرعة المشاة وتوفير رعاية إضافية لا يسمح لنا بالاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة، وهو ما ينطبق أيضا على الدراجات البخارية. لا يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات بالدراجة بمفردهم، ولا يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا إذا لم يتجاوز اختبار ركوب الدراجات الذي يجتاز في جميع التلاميذ في المدرسة الابتدائية. يجب على جميع الأطفال ارتداء خوذة. لا يزال هناك العديد من القوانين التي تقيدنا في أن نكون آمنين، ومع ذلك إذا وقع لنا حادث أو شهدنا حادثًا نتصل بالشرطة على الرقم 113.